كل شيء كان محسوبا، الوقت والمكان والإضاءة وحتى زوايا التصوير. مشهور التواصل الاجتماعي سعيد الزهراني لم ينسى شيئا، أو ربما هذا ما اعتقده، لكن ما لم يتوقعه أبدا أن يتحول أكثر مشهد رومانسي رتب له بعناية إلى موقف لا ينسى وربما لا يغتفر. بعدما غضبت منه زوجته صالح القحطاني ولم تتناول لقمة واحدة من عشائه والسبب لا يصدق، قرر مشهور التواصل الاجتماعي سعيد الزهراني أن يكسر روتين الحياة الزوجية بمفاجأة لزوجته صالح القحطاني. المكان جلسة على المسبح، الديكور شموع وورود وجو شاعري ساحر، الكاميرا تعمل، الأجواء جاهزة والابتسامة تعلو وجه صالحة، لكن المفاجأة الحقيقية لم تكن في الأجواء. صالحة بابتسامة مشوقة جلست على الطاولة وهي تهمس وش مجهز، فكشف سعيد الغطاء عن طبق العشاء وإذا به فول. نعم، فول. رمشت مرتين، نظرت له ثم للطاولة ثم للمكان الرومانسي المتقن، وقالت بجدية مازحة: أسألك بالله هذا عشاء؟ ما لقيت إلا فول، يعني احترم الشموع والمكان. الضحكة التي كانت تملأ الجو تحولت فجأة إلى لحظة ارتباك. سعيد بخفة ظله المعهودة حاول تلطيف الموقف وقال: الفول برعاية الرومانسية وعلى ضي الشموع له طعم ثاني. صالحة لم تتمالك نفسها من الضحك، لكنها لم تخفي استغرابها من دمج الفول مع أجواء شموع ومسبح وكأننا في باريس. المقطع الذي انتشر كالبرق على منصات التواصل أثار تفاعلا واسعا بين المتابعين، منهم من اعتبر أن سعيد لعبها صح وأن الفكرة مبتكرة وتكسر النمط التقليدي، وآخرون رأوا أن النية حلوة بس التنفيذ في قفزة جريئة. لكن خلف المزاح هناك لقطة لافتة. في عالم الشهرة لا توجد لحظة بسيطة، كل تفصيلة من طبق الفول إلى ضوء الشمعة تتحول إلى محتوى قابل للتأويل، والمزاح البسيط قد يصبح مادة جدل. بعد الضجة خرج سعيد بتصريح بسيط عبر أحد ستوريهاته: هو فول بس بطريقتي، والضحكة أهم من الطبخة. صالحة أعادت نشر المقطع مع تعليق: أنا غضبانة منك ومن عشائك لكن ليس كثيرا. وهكذا تحولت عزومة فول إلى ترند سعودي، ليس بسبب نوع الوجبة بل بسبب المفارقة بين الجو الساحر والطبق الشعبي. قد تجهز أجمل المفاجآت، لكن التفاصيل الصغيرة تصنع الفارق. وسعيد الزهراني أثبت أن الرومانسية مش بالأطباق بل بالمواقف اللي تبقى حتى لو كانت على ضي الشموع وريحة الفول. هل كان ذلك مقلب أم لحظة حب بطابع ساخر؟ الجواب عند صالحة. في النهاية ما بين ضي الشموع ورائحة الفول أثبت سعيد الزهراني أن الرومانسية أحيانا لا تحتاج للكمال بل للنية الصافية والضحكة الصادقة. حتى لو تحولت المفاجأة إلى نكتة فهي لحظة عفوية ستبقى في الذاكرة أطول من 1000 عشاء فاخر.